طيب خلوني أشرح مرة تانية ليه التماثيل بنلاقي بعض التماثيل منها مناخيرها مكسورة. فتعالوا نشرح الموضوع ده ونجاوب، هل ده موجود في مصر بس ولا في دول تانية؟ طيب لو جينا بصينا على التماثيل هنلاقي أولا السبب الطبيعي ألا وهو إن أبرز النقط اللي بارزة في التمثال هي أكتر النقط الضعيفة في التمثال، وهي أكتر النقط المعرضة إنها تنكسر بسهولة في التمثال. ولو ركزنا أكتر في المناطق البارزة اللي ملهاش أي دعامة تدعمها، يعني هي طالعة كده مفيش أي حاجة سنداها أو أي حاجة، فهنلاقي أبرز حاجة في التمثال المناخير والودان. هما الاتنين دولت أبرز قطعتين وأبرز اتنين، يعني سهل جدا كسرهم وسهل جدا ان هما يقعوا من التمثال. وكمان احنا لو بصينا هنا برضو عندنا الكبرى برضو هي بارزة زي المناخير بالظبط، فممكن انها تتكسر بسهولة وتقع بسهولة جدا لو التمثال ده وقع اتخبط حصل اي حاجة، سهل جدا ان يتم تكسير الجزء ده من التماثيل. تاني حاجة التدخل البشري. كان زمان في معتقد كده قديم في مصر القديمة ان روح البني ادم ممكن تكون موجودة في مناخير التمثال بتاعه، يعني الروح موجودة جوه مناخير التمثال، فبالتالي انا لما بكسر المناخير فبالتالي الروح ضاعت، فبالتالي هي مش هترجع للشخص، فبالتالي هو انا خلص منه للابد. فلو شخص بيكره حد قوي ومش عايز ان هو يتم بعثه في الحياة التانية مرة تانية، فوارد جدا ان هو يروح كاسر مناخير التماثيل بتاعته علشان ما يتمش بعثه مرة تانية. هو بيكره تفضل روحه علقة كده مش موجودة، مش عارفة تتعرف عليه. ده معتقد. في معتقد تاني كمان ان ربما بعض الملوك بيلجأوا ان هم يكسروا المناخير بتاعت بعض التماثيل كنوع من انواع اثبات برضو القوة، اللي هو انا جبت مناخيرك. والتانية برضو احنا بنستخدمها اللي هو انا روحي في مناخيري. يعني في حاجات احنا بنستخدمها احنا واخدينها من اجدادنا بس احنا مش واخدين بالنا ان دي حاجة اجدادنا. فوارد جدا ان ده يحصل. هل حصل كتير؟ احنا ما شفناش كتير قوي، ولكن هم يعني كام ملك بالظبط هم اللي كانوا مكروهين وما كانوش طايقينهم، وابرزهم على الاطلاق اخناتون. يعني اخناتون ما كانوش طايقينه، هم شالوا اسمه وكسروا له حاجات كتير. فوارد جدا ان ده يحصل. فعلى النقيض احنا عندنا تماثيل كتيرة جدا موجودة فيها المناخير، موجودة فيها الودان، ما حصل لهاش اي حاجة. ده يعني دي حاجات ممكن تحصل خارج الإرادة. يعني مثلا ممكن يحصل زلزال التماثيل دي تقع مثلا، يحصل مثلا غزو للأعداء للدولة فتحصل فوضى فيحصل تكسير لحاجات كتير. وارد انه تحصل ثورة فيحصل تكسير وتحصل فوضى فيحصل، يعني برضو احنا مش شرط الحاجتين